لو في حد لسه ما بيحبش السبانخ فجايبه لكم النهارده طريقه للسبانخ بتتعمل فيها بصوص كريمي، جواها بقى كده قطع فراخ ومشروم واخده وش جبنه، طعم بقى بيطلع ما حصلش. متاكده انكم هتحبوا الطريقه دي. اول حاجه هنجيب طاسه نحط فيها قطعه زبده ونشوح فيها مكعبات فراخ. الفراخ دي بقى كنت نقعها قبلها في ميه بملح وخل عشان الزفاره لمده ساعه كده. ضفت عليها بقى فلفل اسمر وبهارات فراخ او بهارات كيجن، قلبتها بقى كده دقيقتين لحد ما خدت لون وبعدين غطيتها عشان تستوي كويس. نفس الطاسه من غير ما نشيل فراخ هنحط فيها قطعه زبده في النص ونشوح فيها ثوم مفروم، ونضيف بقى عليه المشروم كده ونبدا نشوحه. والمشروم هنا اختياري، يعني ممكن تشيلوه عادي جدا. بعد ما المشروم يتشوح معانا كويس ويدبل هنكون بقى غاسلين السبانخ. انا استخدمت هنا حوالي حزمتين، ضفتهم بقى كده واحده واحده وبدات اقلب لحد ما السبانخ بدات تدبل معايا بالشكل ده. ضفت بقى معلقه دقيق وبدات اقلبها لحد ما الدقيق يختفي خالص. ضفت بقى حوالي كوبايه ونص من اللبن وربع كوبايه كريمه لباني، وزي ما احنا متعودين الكريمه اللباني بتكون اختياري لانها بتعزز الطعم مش اكتر، فممكن تستغنوا عنها عادي جدا. حبيت بقى كده اخلي الطعم احلى فضفت شريحه جبنه شيدر، ممكن تحطوا جبنه كريمي لو عندكم. ضفت بقى مكعب مرق الدجاج وبحب كده احط عصره ليمون في الاخر. هنقلب بقى كده شويه لحد ما نلاقي الصوص يا دوبك بدا يتقل ونطفي عليه لانه لسه هيدخل الفرن. نغرق بقى الطاسه دي جبنه على الوش وندخلها تحت الشوايه لحد ما الجبنه تسيح وتاخد لون، وبس كده.